السلام عليكم دراري وبنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ايزم. بزاف ديال الدراري عجبهم الفيديو اللي فات اللي كنت درت لكم ديال كيفاش دخلت $100 غير من التليفون. في هذا الفيديو غادي نعاود لكم ستوري تايم جديده وطريقه جديده كيفاش تجبد الدولار ديالك من الانترنت، بلاش كانك غادي تكون كتشوف الناس اللي لاباس عليهم كتلقى عاطي اهميه للوقت بزاف وكيرد البال لي ديتاي الصغار والكبار، لدرجه كاينين الناس اللي كيشدوا كالندري وكيقيدوا فيه لي ديتاي الكبار والصغار اللي غيديروا في داك النهار او اللي يديروا في داك السيمانه، وكاين اللي كيدير العام كامل ما كيحط النقط الكبار عاد كل شهر او لا كل سيمانه كيديطاي ديك النقطه. الا كنتي جاي بالعقليه ديال الفقير غادي تجيك واحد الحاجه اللي بيزار، غادي نشد واحد السيلو وغادي نشد واحد الكالندري ونبقى نقيد فيه الاهداف ديالي او داك الشيء اللي باغي ندير، حاجه اللي ماشي منطقيه. وانا غادي نقول لك هنا فين راك غلط وبزاف، حيت هاد اللعيبه هادي عاوناتني انا شخصيا وكنت بحالي كنقول هادشي كامل تخربيق غير بروتوكول غير تصاور غير كدا غير كدا. ولكن واحد النهار كنت كنتفرج في لايف ديال واحد خونا امريكاني مليونير وكان قال هاد اللعيبه هادي ودرتها في بالي. كنت شديت ورقه والسيلو وكتبت هاد 6 شهور الجايه غادي ندخل 5000 درهم. كيفاش مناش فوقتاش ما عرفش، المهم هي التالي هاد 6 شهور تكون عندي 5000 درهم. انا جلست مع راساتي كويس ديال القهوه موسيقى في ودني وجالس كنقاد واحد الخريطه ديال شنو الحوايج اللي كيعجبوني شنو الحوايج اللي ما كيعجبونيش، وفي هاد الحوايج اللي كيعجبوني واش كاينين شي حوايج نقدر ندخل منهم الفلوس، ونفس الشيء على الحوايج اللي ما كيعجبونيش واش فيهم شي حوايج اللي ندخل الفلوس. وفي الاخر وصلت لواحد النتيجه اللي زوينه بزاف، بحكم ان كيعجبني البروغرامي وكتعجبني شي حاجه سميتها الكودينغ واخا فيها تماره فيها بزاف ديال المشاكل والتخربيق، قلت غادي نقاد واحد التول اللي غادي تبقى تيليشارجي الفيديوهات من تيك توك عشوائيا وتبوستيهم في يوتيوب شورتس. ديك الساعات هذه هي الفكره الوحيده اللي جات لي في بالي. المده ديال 6 شهور خاصني ندخل 5000 درهم، بقاو عاقلين عليها. دونك في النهار الاول كان خاصني نقاد واحد السكريبت اللي نعطيه واحد اللين ديال شي فيديو وخاص تيليشارجيه. الصراحه كانت جاتني صعيبه شويه حيت ما عارفش داك الشيء حق المعرفه، عندي غير لي باز. في هاد الوقيته هادي فكرت انني نشوف شي سيت اللي ديجا كيتيليشارجي منه بنادم الفيديوهات من تيك توك وركزوا على واحد الحاجه يكون فابور. فلقيت واحد السيت وحاولت نقاد واحد البوت اللي كنقول ليه فيه غتدخل لهاد السيت فلاني وغتعطيه ليانات عشوائيين ديال الفيديوهات في تيك توك وبغيتك تيليشارجيهم، وفاش تيليشارجيهم غتحطهم ليا في هذا الفايل، وفاش تيليشارجيهم غتحطهم ليا في هذا الفولدر. هذه هي الخدمه الاولى. والخدمه الثانيه كنقول ليه غادي تهز هذه هي الخدمه الاولى كيهزوهم بالعناوين وبلي طاغ. دونك المده ديال شهر تقريبا كل نهار كندير ستارت لداك السكريبت كنخليه خدام شي 5 دقائق او 10 دقائق اللي كتجي في المجموع شي 100 فيديو. وديروا في بالكم بان الفيديو اللي كان كيتيليشارجا من تيك توك كان كيكون ترند. دونك ديك لاشين اللي كانت عندي ما كانتش متخصصه في واحد النيش. قدروا يطلعوا لك فيديوهات ديال القطوط، يقدروا يطلعوا لك الفيديوهات ديال القرايه، يقدروا يطلعوا لك الفيديوهات ديال الترافل، وداك الشيء مخلط ما كاينش واحد النيش اللي محدد. دونك المده ديال 20 يوم اولا شهر كل نهار كان كيتبوسطا واحد 100 فيديو ما جات فين تكمل داك الشهرين الاولانيه حتى مونيتيزيت القناه. وبحكم ان يوتيوب ما كانش كاع محكر بزاف حيت هذا البلان يلاه كان بان جديد، وهذا الشيء علاش كنقول لكم دائما كونوا على القرص في الانترنت حيت تقدر تكوني جالس وغتجيك واحد الفكره اللي غادي تبدل لك حياتك كامله. والانترنت كيطلب منك العقل اكثر من المجهود. صافي من بعد وليت كنتخلص على شورتس فيديو وكنت دخلت تقريبا شي $300. ومن بعد جاتني فكره ديال ان علاش ما نحطش لي زانفو ديالي بحال مثلا الايميل اولا النمره باش الا كانت شي شركه غتشوف عندي الفيوز طالعين غتبغيني ندير ليها شي كولاب، حيت لاشين كانوا فيها ارقام اللي خياليه. وحتى الطلعه اللي طلعت لاشين كانت صاروخيه. انا مشيت للبوت اللي كنت قاديت كنقول له في اي ديسكريبشن ديال اي فيديو دير لي التكست هذا، وداك التكست كان فيه لي زانفو ديالي. داز تقريبا شي 15 يوم تواصلات معايا واحد النمره امريكانيه ومن الطريقه ديال الهضره ديالهم كان كيسحب ليا بانها سكام. من بعد فاش مشيت قلبت عليهم في الانترنت لقيت بان كيدويو بصح، ولكن واخا هكاك ما تقتش. الطلب ديالهم كان انني خاصني نبيع لهم لاشين مقابل $200. وهنا بديت كنفكر قلت علاش ما نعاودش شي وحده اخرى جديده
ونعاود نطلعها ونبيع لهم هادي. والصراحه بيني وبينكم داكشي اللي درت، عطيتهم ديك لاشين حيت كانت مروجه والالغوريثم كان فيه زوين، وعاود شين وحده اخرى جديده وطلعتها حتى هي دغيا. صافي ما جات فين دوز ديك الشهور الاولانيه تلقيت راسي بانني دخلت 500 دولار اللي هي 5000 درهم. والحاجه الوحيده اللي تندم معايا الحال عليها هي انني غير كون كريت بزاف ديال لي شين ونطلعهم دقه وحده ونعاود فيهم البيع. ما جاتش ليا في بالي في الاول. ونصيحتي ليك في هذا الفيديو هذا، حاول انك تجلس انت وراسك وفكر خارج الصندوق، وانا متاكد بان غتكون عندك واحد الفكره اللي غادي تبدل لك حياتك وتدخل منها الملايين. حيت لا جيتي تشوف هاد الناس كاملين اللي دايرين الفلوس راه كانت عندهم فكره في الراس وجلسوا فكروا فيها مزيان وطبقوها. بطبيعة الحال كتكون معاناة، كيكونوا مشاكل، ولكن وانت كتعيش في ديك المشاكل كتلقى لهم حلول، وكتلقى حلول لبزاف ديال الاسئله كانوا كيدوروا لك في راسك. دونك الدراري غادي نشرح لكم البلان ديال الاوتوماتيزاسيون شنو كتعني. غالبا كتكون باش انك تقاد سكريبت كيكون بالبيتون. دونك هنا الدراري كتكون كتكودي واحد السكريبت اللي كيكونوا فيه بزاف ديال الاكواد، بزاف ديال الكوموند عفوا، اللي بحال اوامر فهمتي كتعطيهم لداك البوت. هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا بغاو يكوديو عزيز عليهم الكودينغ. اما كاين الدراري تولز كتكون ديجا واجده، كتكون واحد تول. المهم هما بزاف ديال لي تولز. ما عرفتش واش ليغال انني نعطيكم لي تول اللي كيتخدموا بهم ولا لا. كاينين بزاف الصراحه، مي نقدر نحطهم لكم في انستغرام. هو الدراري انستغرام اي زد او ام 3 ديال ام او. دونك هو الاخر الانستغرام الدراري غادي تلقاوهم عندي في الهايلايت. الا ما لقيتهمش تما صيفط لي ميساج قول لي بغيت التول ديال الاوتوماتيزاسيون راه غادي نصيفطهم لك. وغادي ينفعوك الصراحه بزاف، ماشي غير في هذا البلان هذا، ينفعوك في الخدمه ديالك، في قرايتك، في اي حاجه. وبالخصوص الا كنتي من داك النوع اللي ما كي اللي كيبغي يختصر عليه الوقت، دونك كيبغي يدير واحد الحاجه وتبقى خدامه عليه مره كيدير لها شويه ديال التعديلات وصافي. دونك انا الا قلتي لي شكون اللي حسن واش نخدم بالبايثون اولا بالتول، بالنسبه ليا غادي ننصحك انك تخدم بشي تول كاينين في المنتديات. الا ما عرفتي حتى شي تول نتايا اجي عندي وانا غادي نعطيك شي 3 ديال لي تول، ونعطيك احسن وحده فيهم اللي حاليا انا خدام بها وزوينه وواعره. دونك باش انك تخدم الاوتوماتيزاسيون، السيت كيكون فيه واحد البوت. هذاك البوت كيديتيكتي الكابتشا. المهم ما نكذبش عليك دابا، هذيك الكابتشا هي اللي كديتيكتي لنا البوت. وهاد التول هادي اللي عندي انايا كتباي باسي داك الكابتشا. دونك باش انك ما ديتيكتاش. وهذه الصراحه حاجه اللي زوينه حيت كتولي خدام فهمتي مرتاح، ما بلا مشاكل بلا والو. دونك هنا فين نشرح لكم شنو كدير هاد التول هادي. كتعطيها واحد الكوموند مثلا نسميوه ياك. كتقول لها مثلا كيكون عندك مثلا واحد سوا تكست سوا فيديو سوا سكريبت سوا المهم اي حاجه كاينه في الانترنت. نفترضوها هي هاد اللعيبه هادي. كتمشي مثلا عند هاد التول هادي، كتقول ليها قلبي لي على في هاد التكست هذا ولا في هاد الفيديو هذا ولا في المهم هو كيكون على شكل سكريبت. كتقول لها قلبي لي على داك فين كاينه. مثلا كتكون هنا كتجبدها كتعطيها لك، كتقول لها فاش تجبديها فاش تلقايها غادي تحطيها لي مثلا في واحد الفولدر اكس. مثلا واحد الفولدر اكس فاش كتسالي مثلا هاد اللعيبه هادي. كتقول له مثلا راه غادي تمشي لهاد الفولدر اكس، غادي تلقى فيه واحد اللعيبه سميتها اجي وحطها لي مثلا في يوتيوب مثلا. دوينا على يوتيوب نبقاو في يوتيوب اولا الاخر اولا انستغرام اولا فيسبوك اولا المهم كاين بزاف ديال لي بلاتفورم. دونك شنو كيدير داك البوت كيطبق داك الشيء في نقدر نقول لك في 10 سكوند. 10 سكوند كيطبق داك الشيء فهمتي فت دغيا.
هنا فين كتكون كتختصر عليك بزاف ديال الحوايج منهم الوقت، منهم الجهد، حيتاش الجهد كتعطيه غير في الأول باش أنك تقاد داك الscript، ما من بعد كيولي صافي خدام عليك تقريبا حياتك كاملة، مرة كتبدل فيه غير إلا كانت شي update ولا شي حاجة كتبدلها فيه. وراه باش تعرفوا الدراري بأن إلا سرعتوا داك البلان ديال الautomatisation راه شنقول لكم غناكم الله، باش تعرف علاش، حيتاش الشركات دابا حاليا شركات محتاجين الautomatisation، ما بقاوش قادرين أنهم يبقاو يخدموا داك الشيء يدويًا بزاف. راه لاحظتوا حتى الAI راه كيخدموه غير بالautomatisation. راه AI عبارة عن بزاف ديال الباكاج، كاين بزاف ديال الباكاج، أنت فاش كتعطيه واحد الcommande كيقلب على داك الباكاج وكيعطيها لك direct. فهمتي شنو بغيت نقول لكم؟ كيعطيها لك direct هاد الAI هذا. دونك دابا حاليا راه كاينين بزاف ديال الشركات، بزاف ديال لي جوب الدراري، كاينين شركات، كاينين jobs ولاو حاليا بالautomatisation. يعني ما قادرش أنه مثلًا لنفترض أن مثلًا 100 واحد، 100 بيرسون غادي يدير ليا واحد لاطاش اللي هي هادي مثلًا، هاد لاطاش هادي غادي نجيب أنايا واحد غادي نخلصو، فهمتي، كيدير الautomatisation وغنعطيه النص ديال هاد الشي اللي غنخلص هاد 100 هادو غنعطيه لهذا، غادي ياخد ليه شوية ديال الوقت ولكن غادي غيقاد ليا نفس هاد اللعيبة هادي اللي بغيت، وغتبقى خدامة ليا حياتي كاملة. مرة نبقى نصوني عليه، نغوت ليه نقول له مثلًا أجي راه خاصني نزيد هادي، ولا أجي مثلًا راه خاصني مثلًا نحيد هادي مثلًا، فهمتو كيفاش؟ دونك وهي غادية الدراري. كنتمنى أنني نكون قرّبت ليكم غير الفكرة كيف ما خاصها توصل. أما إلا جيت نشرح ليكم الصراحة راه خصني نبقى نهار تقريبا هنا فين، ومبغيتش كاع الفيديو يجي طويل. دونك نتلاقاو في فيديوهات جداد. إلا عندكم شي أسئلة قولوهم ليا في لي كومونتير، كنجاوب كلشي. حيتاش بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال الأسئلة وكيبغيو ليها طبيعة الحال الأجوبة. دونك إلا كان عندك شي سؤال قولوا لي في الكومونتير. ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بفكرة جديدة. ما تنساش انك دير سبسكرايب ودير لايك الا كان عجبك الفيديو. شكرا لكم بزاف، سلام.